سلام الله عليكم غالياتي، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم تشوفوا معنا في هذا الفيديو. صلوا على الحبيب المصطفى، صلوا عليه وسلموا تسليما. كما راكم تشوفوا جبت لكم الوصفه تاع الجبن الطازج او البتي سويس. خدمناه غير بشكاره حليب وخرجنا كميه هايله، خرجنا تقريبا 400 غرام تاع بتي سويس من شكاره تاع حليب. باطا كيما على بالنا باطا صغيره هذيك يجي فيها 100 غرام والسعر تاعها راهو يدير 5000، صافي 3 بايط راهم يديروا 15000 معناتها. حنايا شكاره حليب خرجت لنا تقريبا 3 شكاير ونص تاع 3 بايط ونص تاع بتي سويس. شوفوا شحال وفرنا في الوصفه هذه، شوفوا القوام نتاعو شحال شباب، جا روعه، جا ثقيل بزاف، جا يعني بالك اثقل من بتي سويس اللي نشروه من برا. انا باش درت لكم الوصفه برك درت لكم شكار حليب، يعني نتوما اذا شقيتو باش تخدموا خدموا علاجي، خدموا زريتلات ولا ثلاثه، راح تخرجوا تقريبا اذا خدمتوا 3 ريتلات راح تخرج لكم 1 الكيلو تاع هذا الجبن الطازج. راح تاكلوه هكذاك، راح ديروه في الخبز، راح ديروه في السلطات، يعني راح تنوعوا بها كيلو، راح تنوعوا به كما تحبوا. وتنجموا حتى ديروا، نوري لكم طريقه هذه ثاني كيفاش ديروه. جيبوا كميه مليحه منه، انا نسيت انا غير كميه قليله، ديروها في بطل في اناء صغيور. هنايا جبت شويه تاع ثوم مطحون، ثوم بودره، زدت لها شويه من هذاك المعدنوس اللي كنا خدمناه كيف درت لها غير شويه، وزدت لها رشيت تاع ملح، ونخلطوا الجبن تاعنا هذايا مليح وديروه في الخبز، راح يجي احلى واحلى واحلى جبن تاكلوه بالثوم والمعدنوس. روعه والله العظيم، غير بزاف بنين، بزاف هايل المعجون هذا، جربوه والله ما راح تندموا على الوصفه هذه. وما تنساوش اللايكه، هذاك اللايك ما تنساوهش، ديروا لي لايك وخلوا تعليق باش الفيديو هذا يوصل اكبر عدد ممكن من المشاهدين، لان الفيديوهات توعي حبسوا ضربه واحده، ما راهمش يطلعوا والو ما راهم يطلعوا، كانوا يطلعوا حبسوا، ما كاش تفاعل، نقص تفاعل. ما على باليش علاش، اذا كان كاش خطا اني نديرو، كاش عفسه ماهيش عجبتكم خلوا لي في التعليقات، ولا كاش حاجه راكم حابين ديروها قولوا لي ونديرها لكم. ندخلوا هنا في الوصفه كما راكم تشوفوا، عندنا ريت الحليب وعندنا باطا تاع ياغورت ناتور، ولا تنجموا تشرو باطا تاع بتي سويس صغيره ثاني تنجموا، وهنا تنجموا ديروا 2 ريتلات في باطا تاع ياغورت ناتور عادي، انا كنت درت ريتلا درت باطا، يسمى تنجموا ديروا 2 ريتلات بباطا. كيما شفتوا هنايا درنا 3 ريتلات هذوما تاع الحليب، تاع 3 كيسان تاع حليب، درناهم يفيضوا يروحوا يغلوا، نديروهم حتى يجوا يفيضوا. والباطه تاع الياغورت لهنا نديروها في اناء وحدها كيما ما عارفين نديروا الياغورت. انا بما انه هذا بتي سويس ما راحش نديروا له السكر، اكيد راح نديروا له غير رشه ملح، نخلطوا هذاك الياغورت ناتور باش يروحوا هذوك الحبيبات باش ما يبقاولناش، باش يروب لنا بالخف. نخلطهم مليح، ما نخلو حتى تكتلات. هنا نروح نجيبو الكاس الاول تاع الحليب ونبداو نفرغوا فيه غير بالعقل باش ما يبقاولناش تكتلات هذوك، خاطر على بالكم كيما كنت فهمتكم شحال من خطره كيبقاو دوك التكتلات ما يروبش مليح الياغورت، لازم يذوب كامل باش شغل يحكم في الحليب كامل. نبداو نفرغوا في هذاك الحليب تاعنا غير بالعقل، ورانا نحركوا حتى نشوفوا هذوك التكتلات راحوا كامل. هنا نجيبو الكأس الثاني نفرغوه على جهه، خلاص رانا حينا هذوك، رانا حلينا مليح الباطاطا تاع الياغورت هذيك. هنا صافي ريتله يجي فيها 5 كيسان، هنا هذوك 3 تاع كيسان خاطش ديجا عندنا 2 كيسان وباطا ياغورت ناطور، صافي منا المغلي نديرو 3 كيسان. هذوك 3 كيسان نجيبوهم ونفرغوهم كيما كنت قلت لكم، الحاله راهي بارده، واذا كان الحليب بارد عادي فرغوهم نورمال مباشره، ولا تحبوا تخلوهم يدفوا غير شويه، يعني يبردوا شويه يفطروا كيما يقولوا، ومن بعد فرغوهم. اذا خفتوا خلوهم بصح ما تخلوهمش حتى يبردوا، خاطش من بعد ما راحش يرب لكم بالخف الياغورت يطول معاكم. وهنايا نخلطوا مليح، ما تخلو كيما نقولوا حنا الخميره هذيك تموت، ما تخل ماشي حتى ولا ما تخلوهاش ما تفاعلش كامل. هنا نعطيكم فكره برك واش راح ديروا، انا راح ندير في الياغورت بصح نمد لكم فكره كيفاش ديروا. قلت لكم عمروا لهنا هذا باطا في الياغورت هذايا، ديروا فيه باطا ومن بعد روحوا جيبوا بيدون، هذاك البيدون ديروا فيه الماء، ديروا فيه الماء سخون،
ماشي سخون حتى يغلي، شغل يكون يسخن بعد ديروا التاس دخلوا صباحكم، إذا شفتوا روحكم تحسبوا 1 2 3 وما حملتوش الماء صافي خلاص سي بون نحوا هذا طفوا عليه، ومن بعد هذيك البيدون زيدوا ديروه داخل بيدون واحد آخر ولا ماشي لازم بيدون، ليا أنا واش عندك أنت يساعدك، أنا عندي بيادن درت في بيادن، شغل بخاتك يتغلقوا يتحطوا في كوانه ما يجينوش، تزيدي عمري الماء كامل من هيك حتى يوصل هكا للفوقه، واش ديري هنايا شغل راكي هكذا باش السخانه هذيك ما تروحش، شغل راكي ديري عازل فهمتيني، راح ديري عازل باش ما تخليش السخانه هذيك تروح، كي ديري حاجه داخل حاجك شغل تنقص السخانه ما تتزربعش بالخف، ما تروحش بالخف ما تخرجش، وانا غطيها مليح غطيها مليح كاش كوفرطه ولا ديريها في كوانه ولا في الخزانه وين حبيتي بلاصه اللي دافيه. انايا كيما على بالكم عندي الياغورتيغ تسمى ندير في الياغورتيغ، انا وريت لكم الطريقه وانا ندير في الياغورتيغ عادي راح تروب كيف كيف كيما درت في الياغورتيغ كيما ديري في واسمو. المهم لاستوس هي السخانه تقعد مع عند هذه الياغورتيغ الخدمه تاعها تخلي برك تقاردي هذيك السخانه هذيك 40 درجه، هذا ما كان هذه خدمتها ما راح دير حتى حاجه واحده اخرى. انا باش ما نبقاش نتعب في روحي وندير في البيدون وقاعيتين وجينيني فوق البوطاجي ولا في الخزانه الوغ ندير في الياغورتيغ. هنايا كنت نوض الصباح درتو ليله كامله هنايا شغل مع تطفى ونخليها ما كاش كيفاش نصبح، درتو ليله كامله وشوفوا هنايا راه رابلي الوسمو رابلي هذاك الياغورت. واش نديرو دوكا نروح نديرو في الفريجيدار، ما نفرغوش هكا ديريكت ومازال سخون، لازم نديرو في الفريجيدار شغل يحكم روحو شويه باش كي نفرغوه في هذاك الشاش ما يسيحليش يبقى شاد روحو يهبط غير الماء ويقعد هذاك الجبن. هنايا معذرة نشوط تصوير جاني بالعرض لا غالب جات شويه ماهيش تبان مليح. دوكا هنايا نبداو نفرغوه في الشاش تاعنا، نجيبو هذاك الياغورت نفرغوه في الشاش تاعنا، نرفد بالملعقه هذيك الكبيره وندير في الشاش غير بالعقل باش ما يهبطليش الجبن هذاك، يهبط غير هذاك الماء كيما قلت لكم كنت دخلته في الفريجيدار خليته برد باش يحكم روحو شويه باش يساعدني، ماشي كيما كيكون سخون كيكون سخون شغل يكون شويه خفيف، كي نديرو هكاك شغل يساعدنا في الخدمه. نفرغوه غير بالعقل هذاك الياغورت تاعنا، وكيما شفتوا الياغورت هذا ما درنالوش لحظه درنا غير بالحليب برك ما زدنالو، ما حبيتش ندير لكم لحظه وقعيتين باش كي نقولوا اقتصادي اقتصادي ماشي نقولوا اقتصادي وندخلوا فيه صوالح واحد اخرين، كيما على بالنا كامل بلي لحظه راهي شويه غاليه يعني ماهيش رخيصه، الحليب يخرج علينا احسن نزيدوها حليب نزيدو شكاره حليب وما نزيدوهاش مغارف تاع لحظه. شوفوا هنا كيفاش راهو يهبط الماء تاعو، دوك تشوفوا مع التالي كيفاش يهبط الماء ويقعد لي الجبن في الشاشه هذاك. هنا غطوه ونخلوه خلوه يعني نتوما وما توصل 4 سوايع ولا كل واحد وكيفاش. وهنايا هاوليك الجبن تاعنا، وهنايا بعد ساعات بعد ما خلينا تقطر كامل الماء شوفوا كيفاش نرفدو فيه الجبن، نرفدو غير برك هذاك الشاش هكذا قلبوه هو يتنحى وحده، يعني راح يخرج لكم كميه هايله. انا هنا قطرته مليح نحيت له كامل الماء خرج لي 350 غرام تاع جبن تقريبا 350 غرام، يعني لو كان تخلوا فيه شويه ما ولا زعما هذاك زيدو ترفدوش يعني راح توصلوا تقريبا 400 غرام، يعني ما شاء الله كميه لبس بيها. كيما على بالنا كامل باللي بتي سويس غالي راهو 5000 الباطا وكاين بالك يحسبوا فيه اكثر. هنايا نديرو في هذه العلبه دوك تشوفوا كميه شحال خرجت لي كميه هايله. هذه هي الكميه اللي خرجتها لي ما شاء الله، وجا ثقيل جا بزاف الشباب جا بنين جا ثقيل، وكل واحد يعني كيما كنتو شفتوا اللي حاب يخدم به يعني جبن بالثوم بالمعدنوس كيما تحبوا تحبي حتى يعني كاين اللي حاب يزيد له بالك هكا عسل ولا وياكلوا. انا ما شغل درت له هذيك القرصه تاع الملح برك في الاول باش يجيك شغل حنايا ما يجيش مالح باش كل واحد كيفاه يخدم به. وهنايا درت لكم فوق الميزان باش تشوفوا الكميه اللي هذه علبه كيما الاخرى يعني حكمت بها هذاك الزيرو برك دوك تشوفوا كي نعود ندير العلبه الاخرى شحال خرجت لي 300 شحال هذيك 17 317 غرام عذرا عن بالي تقريبا 350 317 غرام يعني تقريبا 3 علب. وهنايا هاوليك الجبن تاعنا شوفوا كيفاش جا هايل روعه. اذا كان هذا هو الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون نال الاعجاب تاعكم، ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، ان شاء الله تجربوا هذا البتي سويس وتاكلوه بالصحه والهنا.
نقول لكم نتلاقى في فيديو آخر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.